بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله مات ويطلبكم الحل. يا الله يعافوك يومي تصفيت الحساب، يوم الحصاد المزرعة نفس سنين، يوم الحشر قرب ولا معنى ذهاب، اليوم في الدنيا وبكرة راحلين، اليوم في الدنيا وبكرة راحلين راحلين. يا عبد الله، يا عبد الله، كم في القلب من شوق لك، ولكن ما نعدم من الله جل وعلا أن يحشرنا معك في الفردوس الأعلى. تدري وش اللي يقطع القلب يا أخوك؟ الله يعين، لا شفت دمعة تنزل على شاني. رحل عبد الله وبقي أثره. عبد الله رباه أبوه وأمه، أحسبه الله حسيبه، وما زكي على الله أحد. ربوه على الخير، على الكرم، على الدين، على الرحمة، على العطف، على الغيرة، على الحياء، على الصلاح، على الصلاة في وقتها. كريم السجايا، سجاياه ترفعه لأعلى القمم. عبد الله له طموح المراهقين، لكنه حفظ عهده عند الله أولا ثم والديه. ما مارس مراهقة سيئة، ما مر على صحبة مدمرة، ما تمايع على أغاني، ما مر على موضات وتقليعات وقصات وألبسة مايعة. كان الحبيب عبد الله ما يكثر الكلام ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يتكلم على أحد كائن من كان. هذا هو عبد الله. تقول أحد الخوات من تونس: ما عرفت عبد الله، دخلت على صفحته لمت نفسي، قالت عرفت أن طريقي خطأ. لما دخلت وقريت عبد الله مات ويطلبكم الحل، تقول والله كان عبد الله هو سبب هدايتي، عبد الله كان سبب هدايتي، تركت كل شيء بعد ما قريت على صفحة عبد الله. عبد الله مات، عبد الله مات. رحمك الله يا عبد الله. والله ما ان تكلم عبد الله حتى تاب الرجل ومسح المقطع، واليوم جاء تايب يقول انا تايب والسبب عبد الله والسبب عبد الله. فاللهم ارحم عبد الله فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. عبد الله كم نحتاج مثل عبد الله اليوم. الله اكبر، داعية في احلك الظروف واشد المواقف. رسائل الى الشباب. يا شباب وين امثال عبد الله؟ يا شباب وين امثال عبد الله؟ الامة تشتاق لمثلك يا عبد الله. واخر ما كتبه على حائطه في الفيسبوك، كتب على صفحته في الفيسبوك: كبر الخطأ ما كل عذر يغطيه، مثل التعازي ما ترد المصيبة. رسالة يبعثها عبد الله: ها أنا ذا أودعكم من سعة الدنيا إلى ضيق القبور، ورسالتي أوجهها إلى من غبت عنهم ورحلت عنهم، مسافرا إلى الله جل وعلا حتى ألتقي بهم على أرض المحشر. يبعثها عبد الله: أرسلها إلى كل أب وكل أم فرطوا في تربية الأبناء، أوجهها إلى كل من عرفني وعاش معي صاحبني، إلى كل قلب بكى ألما وفرقا على رحيل، إلى أم الحبيب الغالي، إلى أبي الغالي. أقول لكم اصبروا واحتسبوني عند الله جل وعلا، فوالله ما خرجت من الدنيا إلا على شهادة التوحيد. الموعد الجنة بإذن الله، الموعد الجنة بإذن الله، الموعد الجنة بإذن الله. اطلب الله لك جنانا واطلبه ظل ظليل، يا لا 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 يا لا لا لا، والوعد جنة وحور. أرسل لكم هذه الأسطر وقد كتبتها بمداد الدموع، عل الله أن يجعل بها فرجا لكم وتوبة قريبة لقلوبكم. نعم أنت يا شاب، أنت يا حبيبي، أنت يا مهجة الفؤاد، إليك أنت الشابة، وأنا أعلم أن في داخله حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة يبعثها عبد الله: ماذا قدمت أنت في صفحتك؟ وبأي يد ستستلم غدا كتابك؟ ماذا تركت يا غالي بعدك من أثر؟ ماذا تركت يا غالية بعدك من أثر؟ أهو خير أم شر؟ فادعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه أعالي الجنان. قريت آخر كتاباته ودمعي فوق خدي طاح، لو أن آخر سطر مكتوب لا تبكي على فراقي. رحمك الله يا عبد الله، ضنايه كاسب الأمداح، وانا اللي من بعد غيبتك عيا ينجبر ساقي. لكن مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رحل عبد الله وبقي أثره، لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي الزيات. يا شيخ إبراهيم، والله إني أحبك، وديت بكل صدق وقلت
والله إني أحبك يا عبد الله. قلت وش جابك؟ قال أدور رضا الله، أدور رضا الله. دعيتك يا عظيم الشان يا ربي وخلاقي، تصبرني على الفرقة وترحم كاسب الأمداح، وتجمعني معه بجنان عدن خضر الأوراقي. ورحل عبد الله وبقي أثره